واش الدراري معكم روفيو فيديو جديد. اليوم غادي ندوزو فورماسيون الناس ديال في تي سي، الناس اللي كيشتغلوا في النقل عبر التطبيق. بزاف الناس كيخدموا في التطبيقات ولكن راه ما كيعرفوش يجيريو راسهم. اول حاجه خويا ملي كتوصلك لاكورس، خاص لاكورس ما تكونش كتعدى 2 كيلومتر. في هذه الحاله الا شديتي لاكورس دايره 3 كيلومتر ولا بعيده عليك ب 4 كيلومتر فانت كتضيع في كورسه. الا كانت هذيك 4 كيلومتر وتوجهتي عنده راه فهي خلاص ديال الكورسه، شديتيها وصلتها في 4 كيلومتر راه غادي تخلص فيها ب 20 درهم. يعني نتايا ديك 4 كيلومتر اللي توجهتي فيها عند كليان راك خسرتي فيها كورس ديال 20 درهم، وكتقدر تعطل عليه وكتقدر توصل حتى لحداه ويانيولي لا كورس. يعني انت عينك ميزانك فاش كتشد لا كورس تكون واخا فيها واحد جوج وخمسة حتى لثلاثة، بانت لك واحد الطريق اللي غتكون خاويه وتقدر توصل لها في واحد الوقت مزيان مرحبا. اما خويا راه الماكسيموم راه هي 2 كيلومتر، وكيف ما كتعرفوا بعض المدن اللي هما فيهم طريق عامرين بزاف، يعني الا شدي شي واحد لاكورس بعيد عليك واحد الكيلومتراج صعيب باش توصل عند كليان، وفي هذيك الحاله كليان غادي يكعى وغادي انيولي لاكورس وغتكون انت ضيعتي الوقت ومشيتي حركتي الطريق وما استفدتي والو من هذيك الكورسه. يعني اخويا الكورسه الا كانت بعيده ما عندك ما دير بها، ما غاديش تسافر على قبل كليان، غتشوف لاكورس اللي كتكون حداك هي اللي كتخرجك. ومن بعد ملي كتكون موجه عند كليان كيقدر الكليان يانيولي لا كورس وانت في الطريق ولا وصلتي عنده كاع وانيولا. في هذه الحاله كاين اللي كيكعاو كيتصل بالكليان وكيبدا يقول ليه علاش انيولتي لا كورس. في هذه الحاله ما عندكش اخويا الحق تعيط ليه. فاش كليان كي انيولي لا كورس ما كتبقى تجمعك وبينو حتى شي حاجه، يعني ما تعيط ليه ما دوي معاه ما والو، هذه داخله في السيستيم ديال الخدمه. كيف ما انت تقدر واحد النهار تشد واحد لا كورس وتعطل عليه وتسناك ويتنادم معاك الحال تكون عندك شي حاجه اخرى بغات تقضيها وتقدر تانيولي لا كورس، وحتى هو يقدر يتعصب ويعيط لك ويقدر يبدا يغوت عليك، ولكن حتى هو ما عندوش الحق يعيط لك ولا يقول لك شي حاجه. اون فوا كتانيولا لا كورس لا الكليان ولا الشيفور حتى كتبقى تجمعكم حتى شي صيره، حتى شي واحد ما عنده الحق يبقى يعيط لشي واحد. من بعد ملي كتشد لاكورس وكتوجه عند الكليان وكتوصل عنده وكتماركي لاغيفي ديالك وكتواصل مع الكليان وكتقول ليه انا راه وصلت هبط عندي، تيقول لك مرحبا انا جاي. نورمالمون بعض الناس خربقوا هاد اللعيبه في المغرب كانوا كيصحابك الفي تي سي، الا جيتي راه خاصك تبقى تسنى، وقت ما تسنيتي راه ما كاينش مشكل وهو راه مرتاح. في هاد الحاله الا كنتي نتايا شاد واحد لاكورس ب 20 درهم ودرتي فيها 10 دقائق بالطريق باش وصلتي عنده وتعطل عليك هو 10 دقائق باش هبط عندك، وفاش بديتي في الطريق كان زحام وديتيه ب15 دقيقة، يعني 15 دقيقة و10 دقايق و10 دقايق فهي 35 دقيقة اللي استغرقتي المدة الزمنية ديال هاد لاكورس وانت مخلص بها غير ب 20 درهم، ومازال الشركة غتاخد لك لا كوميسيون وغتبقى لك غير 17 درهم. كتولي انت هو الضحية هنا ضايع. علاش؟ لحقاش وليتي في 35 دقيقة مدخل غير 17 درهم. يعني كاين الناس اللي كيعرفوا يخدموا وكاين الناس اللي ما كيعرفوش يخدموا. كما قلت لكم هاد الناس طفلوا على هاد التوقيت ديال الفي تي سي كيسحابوا عادي وقت ما نزل. هي لا البريز دو شارج اللي كتعطيك لابليكاسيون ما بين 3 دقائق حتى ل 5 دقائق ماكسيموم، اما هي نورمالمون راه خاصو يكون حاضي معاك ملي تقرب توصل هبطت لك كاع ليك لتحت. نورمالمون خاصو تكون الفرق ديال دقيقه على الاقل، اما تلقاه كيتسنى فيك ولا مع توقف مع دقيقه يجي يركب معاك يمشي باش هنا تيكون سيرفيس زوين هو تيوصل دغيا وتا نتايا كتمشي توصل دغيا وكترزق على الله. رغم انه كيقدر يتعطل عليك وكيهبط ويبدا لك عافاك اخويا رانا معطل راني زربان زرب واحد شويه انت مفقوس وهو كيستحمرك في هذه اللحظه. دونك اخويا ولا اختي ملي توصل عند الكليان وتقول لي انا وصلت وتماركي لاغيفي ديالك خاصكم تادبوا الكليان باش يولي يحترم التوقيت. اللي كينزل في التوقيت مرحبا كاع 3 دقائق ب 6 دقائق ماكسيموم تقدر تميك على عينك، ولكن في حالات الى تعطل ما بين 7 8 9 10 دقائق وهبط وديتيه فانت كتضسرو وكتولي ضحيه وكتزيد معاك ضحايا اخرين. علاش؟ لان المره الجايه غيبقى يديرها ديما وغيلقى السيبه. في هذه الحاله عندكم طريقه وحده باش تانبوا الكليان، هو الكليان تيهبط يبغي يطلع معاك في الطوموبيل وغتخليه وغتزيد وغتانيلو لا كورس باش هو يعاود يدير لا دوموند وهو واقف في الشارع وكيتسنى الشيفور تيجي عنده باش المره الجايه يتادب ما يبقاش يديرها ويحترم القوانين ديال لي زابليكاسيون. حيت ملي غدوي معاه غيقول لك ما احترمتينيش وتقول لي انت راه اصلا ما احترمتيش القوانين ديال لي زابليكاسيون، لهذا انا ما احترمكش وغادي نأدبك بهذه الطريقه هذه باش المره الجايه تحترم الوقت. اما في حاله فاش كيطلع معاك الزبون السياره يعني هو تيبغي ياخذ واحد السيرفيس اللي هو زوين، ما تحاولش تهضر معاه ما عدا الا هو جبد معاك شي موضوع بغى يدوي معاك دوي معاه، ما جبدش معاك موضوع ما دويش معاه. حيت كاين اللي كيكون في واحد الاحيان كاعي وستريسي ما باغيش يهضر وانت كتبدا تدوي فيه كتقدروا تخلقوا المشاكل. كاين اللي باغي يطلع يبقى ساكت، ولا جبد معاك موضوع تحدث معاه جبد معاه الموضوع ديالو تيهبط بحالاته. اون فوا كيوصل صافي كيخلصك في لاكورس ديالك كينزل بحالاته ما كتبقى تجمعك حتى شي صله به، ما تعيط ليه ما يعيط ليك، سالات الخدمه بيناتكم.